السلام عليكم حبايبنا الغوالي، حياكم الله وبياكم اخوان. يا شبابنا الطيور بفضل الله جهزت، الطيور بفضل الله جهزت، اغلبها مطاردات، رغم ان الطيور يعني بيضا اكثر من مرة كسرت بيضهن. الفحل يعني اكتفن، والطواير همينه اكثر مرتين ثلاثة بيضا من الطيور كسرت بيضهن. الطيور هسه باردة، الطيور هسه باردة. ان شاء الله اليوم اخر يوم نتعشى سوا وراح نفردهم باذن الله. الطيور مطوردة، هذا مطورد ما عدا اللي شلت البيض وكذا. خلينا القاطع ان شاء الله حتى اليوم نفرد، ومن الله التوفيق ان شاء الله. تبقى جزئية اللي تكلمنا عليها سابقا، اللي هي موضوع تركته آخر شيء بالفيديو الأخير، وقلت إن شاء الله أتطرق له من تلبس الطيور. كنا نعرف وسامعين إنه الطيور لازم تنقص بعدها تنجر. أنا كان لي رأي ثاني. أخوة اثنين تحياتي لهم إذا شاهدوني التعليقات، اثنينهم على لسان واحد قالوا الطيور تعوق، الطيور يحترق ريشها، الطيور كذا. فبحينها قلت ماني ابو ازرق يعني، فاني عموما الطيور ابترها يعني، الزرق الازرق ينبتر الا يعني اللي يروح بذيله، وهذا يعني تفاصيل يعني تفرعات هواي مو موضوعنا. المهم فقلت لاني ابتر وما فد يوم طلع عندي عوقة ريشة بالذيل، وانا همينه يعني جار طيور بلا ما اقصها. فقلت له ما عليها شيء، قال جربوا شوفتم ان شاء الله. على العموم اخوان، هاي امانة الله يعني، انا ما ملزم احلف، ولا طير من ذني اني قاصه، ولا طير من ذني اني قاصه. تعشن الطيور صعدت جريتها. تعشت الطيور صعدت جريتها. ما نطيت ولا طير خسار بفضل الله. البعض يعني يقوس ويجي يعطيها جنح، وبعدها يعني اغلب الطيور يعني يحترق جنحها لو يطلع ريش مضعضع والى اخره. علما انه انا جريتها جنح وذيل، جنح وذيل، يعني عكس ما انت تجره بس جنحها. التركيز وين يصير؟ التدفق مال الدم بس على الجنح. لا، انا جريتها جنح وذيل، وانا عن تجربة. انا احب الكلام اللي اتكلمه يعني ناتج عن تجربة، ما له علاقة فلان قال فلان ما ادري شنو، مع جل احترامي تمام. فانا هذا يعني حبيت يكون يعني فد نموذج، وراح ابين الاسباب يعني. بس نعشيها. ابين يعني الخطوات اللي طلعك بنتيجة مرضية، وما عندك طير يعوق بفضل الله عز وجل، زين، ما عندك طير يحترق جنحه. فأنا بحينها قلت له إن شاء الله ولا طير أخسر. قال لي جرب. قلت أنا مجرب أصلا يعني، بس قلت له حسوي لك تجربة على 42 طير، 42 طير، لا طير ولا اثنين. إذا أنت مجرب على 2 3، قلت له لا،
على 42 طير. 2 شباب جناية، تحياتنا لهم بدون ذكر اسماء. قالوا هاي الطيور راح تسقط، قلت لهم اوكي. اخوان، الطيور ما لها علاقة بقصة الجنح. يقول لك الريشة تفرغ، هذا طبيعي، الريشة تفرغ وتصير راخية، ومجرد ما تلمسها تنطي نفسها يفوت بيها هواء ولازم السبحة كذا. هذا الدارج اللي يعني اللي كنا يعني نسمعه من جنايتنا يعني القدامى. ولكن اليوم حلو تم تخوض في التجربة وتنفرد بها. أغلب الجناية يقصون الطيور 10 أيام وبعدها ينطوا جنح. هي العلة مو هنا، العلة بالمرض. اكو طيور حاملة أمراض ولكن ما يبين عليها. من تجي انت تقصه المرض بعده بي، تجي تساويه جنح وذيل المرض بعده بي. من يجي يدفع هنا العلة، انه الطيور بيها امراض ونقص املاح ومعادن واحماض امينية واملاح وكيلز وفيتامينات. أنا ذن الطيور طيتهن 7 أيام 8 أيام. الخبطة مالتي اللي دائما أتكلم عليها مال البهارات، أوكي، هاي ترفع مناعتهن. شغلة ثانية، من بترتهن وها، وبنفس الوقت تعطيهن فيتامينات بالماء، يعني عادي ما يأثر. تمام. النوب أني من جريت الطيور أمانة جريتهن بدون ما أقصهن جنح وذيل. تمام. مشيتهن 10 أيام، أحماض أمينية ومعادن وكلس وفيتامينات عامة. تمام. بفضل الله عز وجل الطيور كلها كاملة. بس عندي هذا واحد من الشعل ريشة عالنص وانقطمت، وهاي ما ألعب بيها لحد ما يبس. ريشة التاسعة مو انقطمت يعني احترقت، أبقيها لحد ما تيبس على حسب الأصول. وراها بأسبوع ب10 أيام أجرها على كيفي، ما يأثر أبد، ما يأثر أبد. فأخوان، العلة مو بالقص، قص الطير وش اسمه، لا، انه انت اكو يعني امور لازم تسويها. انه الطير من قصيته تغير اكله تدريجيا، يعني تخليه خشن، خلي 12 نوع من الاكل من الحبوب. هسه شلون هذا كل شي بيه، بس حنطه ما بيه. هسه شوي خففت عود كان ما بيه دخون، وهسه بعد هم لازم اخففه. هالخبطه مالتي ارجع لان تخراج ثاني لازم نطيه خفيف يعني مو مال خشن. فانت من تجي، طبعا تحياتي لهم للاخوه اللي قالوا راح يعوقن وراح يسقطن، عموما هاي تجربتي واني عن علم، يعني انه اني سبق وانه جريت طيور قبل ما اقصها. فاني سويت هذا النموذج حتى شنو 42 طير، حتى لا واحد ولا اثنين، حتى واحد يعني يكون يعني يحكم يعني انه هذا الشيء صح او خطأ. بس قلنا يعني انت مو تجي تجر الطير واكلك ناعم وما مطي فيتامينات وما مطي احماض امينية وما مطي كلس، يعني بديهيا الطير ريشه مالته ما تدفع. واهل قبل ما عندهم السالفه مال فيتامينات وما ادري شنو هاي، لا، يعني كان عنده الثوم يخلي بالماي. تمام. هاي الاعشاب يخليها بالماي اللي انا هسه استخدمها حقيقه يعني، ولكن مجفف، وانا اخليه بالاكل مع اللبن يعني ف وش ينطون خشن، ما ينطي ناعم، ينطي خشن حتى الريشه تدفع. حتى شنو الريشه تدفع. الشين بعد دائما نخلي الاكل جواهن. حتى الريشه تدفع. بس احنا خلصنا من هذا الجانب.
للإخوة اللي قالوا لي إنه طيور حتعوق، تحياتنا لكم، ولا طير عوق بفضل الله عز وجل ولله الحمد. جانب آخر، لا مالكم علاقة بالقص وقص الطير وكذا. أنت قبل ما تقصه أو قبل ما تجره أنت لازم تنطي هاي الخبطة مال البهارات اللي أنا تكلمت عليها. هاي طبعا ترفع المناعة وتشتغل على السالمونيلا، يعني في بدايتها، مو الحالات المستعصية اللي توصل للرعشة. الرعشة بعد ما تصل للشارع، ولكن اكو امراض يعني باطنية، يعني ما تأثر على الطير بس شنو من تجي تزققه الفرخات تموت، لان بي مرض. يعني شلون السالمونيلا نوع من عندهن 14 نوع 13 نوع من عندها ما يبين. تجي فرخات ماكو، لو تخنق البيضة، لو تخنق الافراخ بعد من يريد يفقس، او فرخ عمره 5 أيام 6 أيام يموت، 10 أيام يموت بالزايد. فهذا نتيجة فطريات والتهابات، فأنت أخويا باختصار تريد تجر الطيور، جرها بلا ما تقصها، ما لك علاقة بالحكي. هاي عينك ميزانك، وأكون صادق وياكم، أنا ولا طير قصيت، ولكن مشيتها 7 أيام تقريبا. هاي الخبطة مال البهارات اللي أنا سبق وتكلمت عنها واللي صار سنين بيها، وبعدها مشيتها 10 أيام أحماض أمينية وكلس ومعادن وفيتامينات. ورا 10 أيام بالأسبوع مرتين أعطيها، تمام، وأكل خشن وما عليه شيء، والأمور طيبة، تمام أخوان. هسه عندنا موضوع التخراج الثاني إن شاء الله، ولا ما عندنا وقت، يعني راح يعني ظلمت الدنيا، هم بين ما نفردهن إن شاء الله وياكم. أول بأول راح نتكلم بما يخص التخراج الثاني. أول مرحلة لازم نسويها إحنا نفرد الطيور. أول مرحلة نسويها نفرد الطيور. ليش؟ أنا هسه من 5 أيام ما راح أطيرها، رغم إنه هسه ميبسة الطيور، باقي لها يوم يومين. أعطيها 5 أيام ما متوازي، 5/9 أبدي أشغل الطيور. بس شنو؟ طيرة واحد فحل واحد. هنا راح أخلي شلون البردة، شلون الوصلة، من تطلع الفحل الطير تتغطى الطواير، ومن تتحبس الفحل تطلع الطواير، وكذلك يتغطى هذا الشكل بحيث طير ما يشوف طير. كل ما تحجب الرؤية عن طوار الفحل كل ما الطيور تصير حادة وتفوت بزودها، تمام. أنا ما أطير الطيور طبق. ليش؟ لأن هسه شوفت عينكم الطيور مطوردة، مطوردات، غيرهن مطوردات، وبيهن لحد الآن مزاوجات. هذا الفحل الصعد مزاوج، تمام. هاي الطيارة صعدت بصفة مزاوجة، هذا الفحل الأشعل مزاوج، تمام. هذا بصفة هم مزاوج، إذن 4 مزاوجات. طيب هذا الطير الزاوج ومطورد يعني بديهيا راح يدقدق وفوقك زين، والمزاوج يدور العوق. زين انت الطيور اذا بعدك يعني ما مخففها، توك دا تخفف فيها وصار الشرقة المزاوجات وقبل. زين انا ما دا اتكلم على سبيل الكوامر قويات ما يعني تخلص نفسها، بس احكي لي على سبيل الحمر. يعني اكو ناس هسه الحيل جماعتنا يعني اهل الحيل تحياتنا لهم، يعني الطيبين على راسنا، واللي يدورون اذية العالم يعني بحث اخر. فنتكلم عن اللي يدورون يعني اذية العالم وكذا وقاعدين لاهل المخاليف، فهذا يعني يطق لها صبعتين موضوع المخاليف التخراج الثاني. ليش؟ لأن يعرف يقينا أنه طيور راح يعني الجناي يوقع بغلط. شلون هسه اكو ناس تقول لك نطيرها طبق زين على الطوراد، ماكو شيء اسمه على الطوراد، ونخففها بعدين ماكو حكي. الصحيح تفردها الطواير هسه مطوردات الطواير تبقى هنا 5 أيام 7 أيام. زين انا ما عندي مجال الصبح، العصر حخففها مدة اسبوع، بعدها انطيها شو اسمه
انطيها الفصل بعد، ما لي علاقة بها، يعني طيور بها اساس صحيح. الفحل حتروح تندل اماكنها، والطواير راح تفرغ البيض مالها، الطيور تكون جاهزة، بعد ما اخاف عليها. انا ما اجي اطير طبق، لا والله يختلف الموضوع. ما اريد اطيل اخوان، بس حبيت اسوي هذا الفيديو انه الحمد لله طيور يعني يبست بفضل الله. نمشي وياها بالاصول، راح تنفرد اليوم ان شاء الله. وان شاء الله المقطع الثاني والاهم من هذا تبين انه العله مو موضوع قص الطير وجره وكذا، لا، الموضوع موضوع علاج وموضوع فيتامينات واكل. ولا ما تقول لي جرت الطير وجنحها احترق ولين مقاصه، لا، هذا موضوع يعني لا تسولف فيها. اذا سامع يعني انا صادق وياكم، هذا برهان. 42 طير انا اشتغلت هنيك، وعلى يقين تام انه ما حيصير خطأ باذن الله، وما راح يحترق ذيله جنحه. ليش؟ لاني مجرب على طيور زرق وعلى طيور غيره، جار وطالع الجنح تمام زين وماكو مشكله. طيور محمله قماط بيها، وطيور بيضة، وطيور مطورده. طيور ذن مطوردات، ذن مطوردات، يعني هذا شلون الطيرة بالفصل او تخففها وبيه طيور مزوجة، والله ما اعرف يعني. عموما اخوان ما اريد اطيل، وراي شغل يعني دار افردهن. ان شاء الله المقطع الثاني راح اتكلم بموضوع التخراج الثاني بشكل يعني افضل وبشكل موجز. وتحياتي لكم، وان شاء الله ما راح نقصر وياكم بالايام الجايه باذن الله. تحياتي، اخوكم سيد ياسر.